السلام عليكم. السلام عليكم أيها الأبطال، السلام عليكم أيها الرجال، أيها الشرفاء أبناء الجنوب العرب الأحبة في كل مكان، لله دركم. تحية لكم، تحية من الأعماق، تحية من قلب الصومالي النابض بحب الجنوب وأبناء الجنوب العربي في هذا اليوم الأحد 10 من يناير العام 2016 للميلاد. يا اخواني، انا يعني ركزت الان على الخطاب حق المدفون عفاش قاتله الله. يا اخي والله هذا شكله يعني والله العظيم شكله يآذينا، بس يسوي لك خطابات علشان اعلق على الخطابات. عجبنا اللعبة، عجبك الصوت يا دودة؟ ها، كل يوم بتطلع لي من البدروم حقك من الحفرة، بتسوي لي خطابات وكلام فاضي علشان اعلق عليه. لا حول، انا مش فاضل امك اصلا، انا ولا فاضل اهلك ولا فاضل شكلك يا قبيح. انا معي قضايا اهم منك والله. اول شيء انت اطلع لك من الحفرة هذا اللي انت فيه البدروم، والله يعني انا شفقان عليك، قسم بالله يا عفاش انا شفقان عليك. ويعني ما اعرف انا يعني اتشمت في بك ولا اشفق عليك ولا يعني ايش اقول والله. يعني كلام فاضي حقك. انا والله مستغرب يعني على هذا الشبع الدبحاشي، يعني كيف قدرت تحكمه ب 33 سنة؟ هذا دليل انه كلهم بقر والله. يعني ما في ولا واحد مفتح، ولا واحد يعني عنده عقل، ولا واحد عنده دهن، ولا واحد يعني هكذا يعني استخدم عقله دول ال 33 سنة هذه. لا حول ولا قوة الا بالله. خدرت اخت الشعب هذا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تتكلم وكأنك صاحب القوة، وكأنك يعني في مصدر القوة. والله انا يعني لن اسمح لمن خرجوا من اليمن بالعودة. ايش من عودة، ايش من بودة يا اخي؟ الناس قد رجعت وحالتهم حال قدم يتمشوا وانت جالس لي داخل الحفرة حقك هذه، وشكلك يعني انت يعني بالكلام هذا يعني تسمع وقع اقدام المقاومة يعني، وهي يعني حوالين اسوار صنعاء. والله تخطب يعني من داخل البدروم، من داخل الحفرة، وما معك غير هذه قطعة القماش الوسخة السيمة، وجهك وسخ. تتوعد رئيس فخامة الأخ الرئيس عبد رب منصور هادي الله يطول بعمره، حالتك حالة تهدد. والرئيس يسور المعسكرات، والرئيس يعني في الموانئ وفي المنشآت ويتمخضر وشلني يا دريول، ويستقبل السفراء ويستقبل الرؤساء ويستقبل الوفود ويستقبل الدنيا من كل أرجاء العالم، وانت اجلس بقبق لك. والرجل اللي كان يعني يقصف الناس، والله اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الناس تنظر له بكل يعني ازدراء يعني كان يقول اللي يعيشوا في البدرومات اليوم والله هو يعيش كمان مش بالبدروم، تحت البدروم. والله يرحل من يرحل، لا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم والله يتمنى من الله أنه يعني يلاقي أي سقطة كذا عشان يرحل. ولا دولة في العالم قبل أنه حتى يا شيخ اليهود إسرائيل ما بتقبلوش والله. يعني كان يرسل الحوثيين عشان يدمروا بيوت خصومه، اي واحد يعني على خلاف مع عفاش كان يرسلوا الحوثيين يدمروا بيته. اليوم بيوتك يا عفاش خراب ومزبلة، واكثر البيوت دمارا. والله جبت الطائرات الامريكية والسعودية عشان تضرب غيرك، اليوم هذه الطائرات هي اللي تضربك. دمرت البلد لكي يحكم يعني اولادك، الان اولادك مشردين سيم الكلاب، واللي يحكم اولاد ناس اخرين. حرمت الشعب من المشاريع والخدمات، واشتريت باموال الشعب اسلحة، الآن يهرب من هذه الأسلحة خوفا من أن تنفجر في وجهه. كان يعني يرغم الإعلام الرسمي أن يطلق عليه لقب ابن اليمن البار. أنت الله عليك، اليوم يطلق عليه ابن اليمن الفار. وكان يطلق على نفسه فارس العرب، فارس العرب. والله انت يا اخي نعجة العرب كثير عليك قسما بالله. اليوم يلاحق العرب في كل مكان، وليس لانه لكن لانه فار جرد في خن، ما ادري في حفرة، ما ادري في مزبلة، ما ادري في جلي، ما ادري في وين.
يشعل الحروب باتصال ويوقفها باتصال. اليوم يهرب من أي تلفون خوفا من أن يرصد مكانه. لا حول ولا قوة. دارت عليك الدوار يا عفاش. كان يستهدف خصومه بذريعة الحوثي، الآن يستهدف هو بنفس الذريعة التي أوجدها باسم محاربة الحوثي. كان يتفاخر باستخدام الآخرين كروت، الآن أصبح كرته منتهي الصلاحية والكل يتفرج عليه وهو يحترق. وجالس لك يا أخي الكلام كثير عنك يا عفاش. يعني لو بجلس أتكلم أنا يشتي لي أيام أتكلم. الشهادة أو الموت يا حمار، الشهادة أو الموت كيف يا أخي؟ يا أخي يا دبحاشي بالله هذا كيف قبلتوا يحكمكم 30 سنة ما أدري 33 سنة؟ الشهادة أو الموت يا بقرة يا أخي. إيش يقولوا؟ النصر أو الشهادة، الشهادة أو الموت يا أخي. والله العلي العظيم شكله الجلي اللي أنت فيه برمة الرمامة. والله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عفاش والله عدن انتصرت، وعبد رب منصور يعني ركب لك هذا في المكان هذاك. والله وبالله يعني سوالك الحاجة هذيك المليحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. عدن تنتصر، عدن تنتصر، عدن تنتصر، وليخسع عفاش وليخسع الخاسئون. سليمان قفز ووسع.